والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. هذه الحلقة أعتبرها من الحلقات المميزة والخاصة والتي أنا بالنسبة لي أفتخر بها، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها مني. حلقتنا في هذه الليلة سوف تكون مع ضيف عزيز حبيب لدي أولا، وأظنه لديكم كلكم، وفضيلة الشيخ الداعية الشيخ صالح أوعد المغامسي، الإمام والخطيب في مسجد قباء في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نرحب بفضيلة الشيخ في هذه الحلقة. حياكم الله شيخنا الجليل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. بارك الله فيكم شيخ. أنا ما ودي أن أخذ أي مقدمة لأن الوقت بالنسبة لي ثمين، ووجودكم معي مكسب صراحة، وللبرنامج كله وللقناة. شيخ صالح، أنت جئت إلى الكويت وسببت، ما أقول أزمة، سببت يعني ضجة في البلد. ما في أحد إلا ويسألني. أنا يعني أفتخر أنني كنت يعني ممن يعلن عن محاضراتكم وعن برامجكم في الكويت. الكل في الشارع يسأل: ها الشيخ اليوم شنو محاضراته، الشيخ شنو عنده بعد المحاضرة. بل الآن قبل قليل أعلنت أن الشيخ في البيت عندي. الكل: ها نستطيع نجي ولا ما نستطيع نجي عندكم؟ الكل بفضل الله من مختلف المشارب يحبونكم شيخ. علاقتكم بالكويت، أنا بيكون شوية خاص وبيستفرد فيك شيخ. علاقتكم بالكويت هل هي جديدة أو لها تاريخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي مقدمة الخطاب الله يقول: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وقد قيل للإمام أحمد: إن فلانا يثني عليه الناس، قال الله أعلم بما يختم له. فهذه مسألة نحن نقدر للناس في الكويت وفي غيرها محبتهم وإجلالهم، لكن ينبغي أن يعلم أنه مهما ظهر للناس من عبد في ظاهره يبقى أمره إلى الله، ولا يحسن بالناس أن يتعلقوا بأحد أو أن يكثروا من الثناء عليه. يخشى على كل أحد الفتنة، والعلماء ينبغي أن يكونوا أخوف على أنفسهم. وقد جاءت آثار عن سلف الأمة في هذا كثيرة جدا لا تخفى على شريف علمكم. هذا من باب أنا أعلم أنني في دارك، وأنك رجل ذو فضل وكرم، وأنت تصنع ما تصنع من باب مروءتك وشهامتك وخلقك واحتفائك بمن يظن بهم العلم، لكن من حق أنفسنا علينا أن نحفظها من أن يدخلها عياذا بالله عجب أو أمثاله.